جماهير الرجاء العالمي، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. ومنها يعني الانضباط ديال اللاعب بيكورو لاعب الظاهرة اللي تم يعني الفصل ديالو وكذلك الالحاق ديالو باللجنه ديال الانضباط اذا عطينا الجديد ديال الرجاء اساسا قبل مباراه ديال الديربي. اللاعبين غيكونوا عارفين بان البولكسود فهو غيكون غائب مباراه ديال الديربي. كاين بعض اللاعبين ما هما اللاعبين ربما المرتقبين اللي يكونوا حاضرين في مباراه الديربي. وجديد الرجاء كلمه حسنه. وكذلك على رئاسه الفريق، هل هناك جديد؟ هل هناك اسماء جديده ام هناك فقط الحديث عن مباراه ديال الديربي؟ لك الكلمه. وثق بيا اخي مصطفى، حتى شي مدرب ما يتمنى يكون في الوضع ديال سعد الشابي قبل مقابله كبيره من قيمه الديربي. يمكن من أسوأ التركيبات البشريه اللي كانت عند فريق الرجاء الرياضي. واليوم انت عندك مصطفى مقابله مصيريه وكتلقى راسك مجبر انك تتعامل مع واحد السياق صعب جدا. حتى الظهير الايمن اللي كان كيعاونك اللي هو بولكسوت وكيشد لك تيسد لك الجهه اليمنيه وتيعطيك امداد هجومي غادي تفتقدو. هضرتي على بيكورو يعني صفقه فاشله، هذا امر لا يناقش، واللي جعلو اصلا يبقى يلعب لان ما كاينش اللي يلعب في ذاك البوست الا هو. الان غادي يكون محسن بدا. ففي حصه تدريبيه كان واحد الوليد يعني ديال الرجاء فتح على ما اعتقد، دار معاه واحد التصرف لا يليق، تصرف سبياني. شاهدوا المدرب سعد الشابي اللي معروف بصرامته، فمباشره قرر الالحاق ديالو بفريق الامل وحالو دار عليه تقرير للطاقم المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي، لان بالنسبه للمدرب التونسي الانضباط هو اهم شيء. انت هو كان حاسم في هذه المساله هذه، قرر الاستبعاد ديالو. يمكن مصطفى يقدر يكون كاع الاستبعاد ديالو حتى لغايه نهايه الموسم. فيما تبقى ربما من تما يمشي بها سعدنا على ما كنظن. كيديروا ساعه والسهل باش يمشي. عندك مارادونا مطلوب، شكون غيدي عندك هذا؟ ماشي مشكل. المهم مصطفى نرجعوا لهذا. على مستوى التركيبه التشكيل المتوقع للرجاء في هذه المقابله وفي ظل هذه الاكراهات اللي كاينين، فعندك الحرار، عندك خفيفي الى جانب المشخشخ، الظاهر الايسر غيكون بالعمري، الظاهر الايمن غيكون بعدي، في وسط الميدان غادي يكون محسن بدا، اللاعب بوغرين، وداك الثمانيه الفردوسي الرولايور ديال فريق الرجاء الرياضي. ثلاثي خط الامام فنفتي معموري ثم الحسين الرحيمي. هادو هما 10 اللي غيبدا، 11 اللي غيبدا بهم سعد الشابي بنسبه كبيره. هي مقابله بالنسبه للرجاء ما غنقولش مصطفى الشكليه، لان الديربي كيبقى ديربي، وديربي اي مدرب كيبغي يربحو واي لاعب كيبغي يربحو لان كيتسجل ليه في التاريخ ديالو. وانتصار في مقابله ديال الديربي غادي يعطيك طمانينه، غادي يعطيك ثقه، غادي يعطيك هدوء. بالمقابل الهزيمه في الديربي كتكون وراها ردود افعال، وردود افعال كبيره وكبيره جدا. هذا الشيء راه عشناها مصطفى، ويا من ديربيات اطاحوا برؤساء وبلاعبين وبمدربين. هذا واقع كره القدم عندنا. رغم ان الرجاء، انا بالنسبه لي نقولها قبل من الديربي، الرجاء موسمها انتهى. الرجاء الان كتحصد ما زرعته صيفا، وداك الشيء اللي زرعت في الصيف المسؤولين ديال الرجاء واعداء المكتب المسير زرعوا الخيبات، زرعوا الوهم، ميركاتو كارثي، تدبير عشوائي، سرحوا الركائز للفريق وانتدبوا لاعبين بدون قيمه. لعابه اللي جاو هما يعطيو الفلوس باش يلعبوا في الرجاء وما تقبلش منهم الرجاء. فريق بدون دكات بدلاء، ما عندكش 11 مزيانه، اكراهات يمينا وشمال. الواحد المساله وللامانه هنالك من يروج، وهذه القضيه سبقنا كذبناها، ان المكتب المسير اشترط على ركائز الفريق يتنازلوا على المستحقات باش يمددوا. هذا الكلام ما كاينش نهائيا وما كيقبلوا حتى شي عاقل. يمكن لك تنتقد المكتب كيما بغيتي، ولكن اللي ما كايناش ما كايناش. بالعكس، لاعبين وصلوا معاهم مناح ما نقدرش توقعوهم، وكاين اللي كيضغط مصطفى على المكتب بصفحات بمنابر اعلاميه باش ان هاد اللعابه يجددوا بشي اثمنه خياليه. ما عرفتش علاش.
واش العام تعطيه 700 باش يبدد معاك؟ ديالها عنده 30 عام. باش نكونوا شويه منطقيين. جمهور الرجاء خصو يوعى بهذا الامر هذا جيدا، لان كاين اللي بغى هاد اللعابه كيضغط بشتى الوسائل باش انهم يمددوا بمبالغ فلكيه اللي غتخرج على التوازنات الماليه للرجاء الموسم المقبل. التجديد راه ماشي دابا اللي تيتحسم، التجديد كان يتفتح في الصيف وهضرت عليها. اما دابا كتمشي عند اللعاب، واش اللعاب عنده 30 عام ولا فايتها، غادي نمشي تنعطيه مثلا 400 ولا كنعطيه 350؟ لا اودي انا عطاوني 600، انا عطاوني اخويا عطاوك، راه ميمكنش فرقه تعطيك اكثر من هذا الشيء، ميمكنش. راه كاين عاود حدود ماليه يجب ان تحترم. اش ما نمشي معاك ابعد، اش من مستحقات كيتسالوا هادو حبيبي؟ بوغرين اللي ما كيتسال 160 مليون، وبوغرين كاع ما هضروا معاه على التنازل على حتى شي حاجه، هضره خاويه. بوغرين هو كان بغى مشروع كروي، جلسوا مع لاجون ديالو قالوا لهم راه بغيت نعرف شكون اللي يكون رئيس العام الجاي، كيف الوضعيه كيفاش غتكون في الفرقه، واش غادي يكونوا لعابه كبار، واش غادي تنافس الفرقه على الالقاب او لا غتبقى كتعيش في هذا التخبط. بغى يعرف فين يحط رجلو. من حقه حسناوي، من حقه، لا من حقه، من حقه. فين راهش من تنازل؟ النفاتي راه خلصاتو العصبه، حتى اللي كيبغي يكذب يقاد الكذبه. اش من مستحقات عند باش ياخذ النفاتي؟ راه خلصاتو، خلص العصبه بداك الكيسان، راه مشى كنحط على الراجل في العصبه وخدا الفلوس ديالو بالعمليه تخلص. لي تروش الاخرى مازال كيتسناوها كاع اللعابه المغرب ما مخلصينش فيها، مازال ما عطاو ما تعطاتش. واش دابا في نظركم شي مسير غيعرف لعابه مطلوبين يبدا يقول لهم اسمحوا لنا؟ شنو الهضره هادي؟ كايناش. شكون واضح الراجل هذا موسم للنساء، ولكن المقابله مصطفى الديربي بالنسبه لي كتبقى مقابله ديال الديربي، اي واحد كيبين ينتصر فيها ولا الكلمه لا. وشوف حسناوي، الديربي ديال الرجاء فهو من اجل انقاذ ماء الوجه، اما الموسم ديال الرجاء فقد انتهى بالسلبيات ديالو، بالخيبات ديالو، بالتسيير العشوائي، بالعبث، بالانتدابات الفاشله، بالتدبير اللي ما كانش في المحل ديالو، انتداب مدربين اللي ما طولوش مع فريق الرجاء الرياضي اكثر من 3 اشهر. اذا هذا اشكال اللي كنظن بان حسناوي ما يدور وداخل الرجاء الرياضي فهو مرآة ديال المكتب المسير اللي بكل صراحة فهو فشل باش يعني يعطيه واحد الفريق اللي هو قوي، وحفاظ كذلك على الركائز. ملي كنتكلموا على الركائز، الحفاظ على الركائز، لان ملي كتجيك خصنا نتفاهموا حتى حنا واحد القضيه، ملي كتجيك واحد اللاعب فيه 1.8 ما بقاش حفاظ على الركائز، سيرتو في هاد لا كريز اللي كاينه دابا وهاد الازمه اللي كتعيشها الانديه ديالنا الوطنيه. ولكن كنظن حسناوي الرجاء خصها الكراطه من الاخر، اللي غادي يشد الرجاء الرياضي خصو يكون حسناوي شخصيه كاريزماتيه، شخصيه اللي يكون عنده واحد القوه، وتكون عنده مكتب مسير قوي لإعادة الرجاء الرياضي إلى السكة الصحيحة، وذلك ببناء هيكلة صحيحة من القاعدة والاشتغال من أجل مصلحة الرجاء فقط. أما الناس اللي كيبغيو يوهموا الناس، يقولك هذا باش انت تمضي مع مدافع كيطلب منك 450 مليون والسن ديالو كتجاوز 30 سنة، واسمح لي أخي أنا اللعبان جون، ما اللعبان جون. وتالرجاء الرياضي باش يكونوا صح واقعيين، حتى السنه المقبله غير مستعده باش يكونوا واقعيين، الا لو حسناوي ولا حل الفراج وجا شي واحد المكتب مسير قوي وجا دار انتدابات اللي هي في المستوى ودار واحد الكراطه واللاعبين غير الصالحين تجيب التسريح ديالهم. اما اللاعبين اللي كيطلبوا باموال اللي هي من شوف هذا راح نشوف كما قلت العصر ديال لاغجون، العصر ديال الفلوس يا اخوان. مشى هذاك العصر اللي كنا نتكلموا حق هذا كيحب قميص الرجاء وكيبغي يحماق على الرجاء وراه كيتسطع على الرجاء. شوف الناس راه كتسطع غير على الفلوس يا اخي. واش انت واحد جايه 700 مليون او 600 مليون انت عطيه 300 زائد ذلك لو صالير ديالك الراتب اللي كتعطيه، ربما غادي ندوبلو نديرو لي ملتيبلي فوا 5 ولا فوا 6، داكشي اللي غتعطيه انت كيشد واحد 18 ولا 20 مليون ولا 25 مليون انت كتعطيه ليه. انا اتفهم حسنا. شوف من واحد الناحيه
اتفهمنا اللاعبين، ولكن من يتحمل المسؤوليه ديالهم هما المسؤولين. سيروا خدموا على راسكم. انا ماشي ضد اللاعبين الحسناوي اللي جاهم ربي سهل عليهم الله وبغاو يمشيو يحسنوا المستوى ديالهم، المستوى ديالهم المعيشي وهذاك الله يعاونهم الله يسهلهم. اللي دار شي حاجه نشوف اللي كيما كاين واحد مثلا حسناوي اللي زرع شي حاجه مزيانه غادي يحصد شي حاجه مزيانه، اللي زرع شي حاجه خايبه راه غادي يزرع حاجه خايبه. اذا اين هي مدرسه الرجاء؟ اين هما شبان الرجاء؟ هذا الشيء اللي خصنا نتكلموا عليه. نتوما كجمهور كتكلموا على حاجه اللي هي ربما اللي كيبدا انتدابات. علاش ما كتكلموش مع هاد الناس ينوضوا يشتغلوا وينوضوا يجيبوا اطر في مستوى وترجع الرجاء الهبه ديالها بالعناصر ديالها ديال ابناء المدرسه؟ علاش ما كتكلموش مع المسير بحال بهذا الشكل؟ علاش انا نتكلم، انا نمشي نتكلم على انتدابات باش بديتو كتغوتوا على الانتدابات تجاوبوا لكم ساخو كيعاودوا عليه كيعرفش يلبس الصباط. زيد جاو بيكورو جابوا لك عمامو كاين وزيد ما كيلعبوش اخوان، ما كيلعبوش. الله يخليكم نتوما حتى كجماهير مغربيه، انا كنهضر كجماهير رجاويه وكجماهير مغربيه خصنا نوعاو بركه. واش نتوما عجباتكم دابا الرجاء العام بهذا المستوى الداني وهذا المستوى الهزيل وهذا المستوى عجبكم؟ حتى عجباتكم؟ انا والله العظيم كون رجاوي ما كذبش عليك يا اخوان، والله تنبكي بالله العظيم، نبكي على الرجاء بهذا المستوى الهزيل والضعيف، وكاينين بعض الناس زايدين فيه ما بغاش يحشموا.